والكلام ده كله هياخدنا لحاجة مهمة جدا، وهي مواجهة العادات أو بناء عادات جديدة وقوة الإرادة. أكيد شايفين ناس كتير تعرفهم بدأوا يمشوا على نظام غذائي معين، أو قرروا يروحوا الجيم ويلعبوا رياضة، وكانوا متحمسين جدا، مقبلين ومشغلين نفسهم حماس فوق العادة، لكن بعد كام يوم استسلموا ووقفوا كل حاجة كانوا بيعملوها. السؤال هنا، هو حصل معاك قبل كده؟ وليه بيحصل كده أصلا؟ الحقيقة إن من أكتر الحاجات اللي بتستنزف قوة إرادتك هي مقاومتك لعادات قديمة، خصوصا لما الضغوطات تتراكم عليك، أو حتى لما تيجي تبني عادة جديدة. زي ما قلنا قبل كده إن قوة إرادتك محدودة، وأي عادة في بدايتها، سواء عادة جديدة بتحاول تبنيها أو عادة قديمة بتحاول تهدمها، بتكون صعبة جدا. لكن مع الوقت لما بتتعود عليها بتبقى سهلة، وما بقتش تستنزف من رصيد طاقتك. المشكلة فين بقى؟ في أوقات الرخاء لما الدنيا ماشية تمام، معظم الناس بيعتقدوا إن عندهم القدرة إنهم يبنوا عادات جديدة، أو يواجهوا عادات قديمة، أو يحققوا أهداف، وبالفعل بيقدروا يوصلوا للي عايزينه. لكن وقت الضغط والتوتر هنا بتيجي الكارثة. ليه؟ لأن هرمونات التوتر بتستنزف طاقتك وبتأثر على طريقة تفكيرك.